5 خطوات لازم تعملهم لو عايز تحمي نفسك من الصداع النصفي. الصداع النصفي مش مجرد صداع، دي حالة عصبية ممكن تأثر على نص الجمجمة تقريبا، والوجع بتاعها ممكن يجي فجأة بدون أي مقدمات، واستمرار الوجع ده مختلف من شخص للتاني، ممكن الوجع يستمر ساعات وممكن يستمر الأيام متصلة. حتى الألم هنا بيكون مختلف، لأن الألم بيكون نابض، كأن المريض بيحس إن في نبض في دماغه في الجزء المصاب، والنبض ده بيبقى معاه كمان شوية أعراض تانية، زي مثلا الحساسية الشديدة للصوت والضوء. أي مكان فيه صوت عالي يبقى عنده حساسية شديدة منه، ولو موجود في مكان فيه إضاءة شديدة بيكون عنده حساسية شديدة ويزود الصداع والألم عنه. تاني حاجة الإحساس بالغثيان والدوخة، أو إنه يحصل تشويش في الرؤية، كأنه بيشوف أضواء لامعة كده في عينه، أو في نقط سوداء بتبقى موجودة في عينه في الحالات الشديدة من الإصابة بالمرض. من أشهر الأسباب اللي ممكن تؤدي للصداع النصفي رقم 1 التوتر والشد العصبي، من أكتر الأسباب اللي ممكن تؤدي للإصابة بالصداع النصفي. رقم 2 قلة ساعات النوم، ومش بس كده، ده لو أنت كمان بدأت تغير ساعات نومك ممكن جدا تعمل اكساجريشن لكل الأعراض أو تزود أعراض الصداع النصفي وتحس بألم وقتها. شرب الكافيين والمنبهات بكميات كبيرة، وكمان بعض الأكلات اللي ممكن تزود بالنسبة لنا الأعراض، وأشهرها للأسف الشوكولاتة. ده بالإضافة لأسباب تانية كتيرة، زي مثلا التغيرات الهرمونية اللي بتحصل عند السيدات أثناء الدورة الشهرية. عشان تقدر تحمي نفسك أو حتى تتعايش مع الصداع النصفي، في 5 حاجات مهمة جدا لازم تعملها عشان إن شاء الله تبقى عايش حياتك بدون ألم وبدون وجع. رقم 1 بالتأكيد لازم تقلل من التوتر والشد العصبي بقدر المستطاع. مش هيحصل أي حاجة لما أنت تسيب أمورك على ربنا سبحانه وتعالى وتبطل تاكل في نفسك شوية. رقم 2 حاول دايما تحافظ على مواعيد أكلك ومواعيد نومك بتبقى ثابتة بالنسبة لك. أي تغيير فيها زي ما قلنا ممكن يزود تاني أعراض الصداع النصفي. وحاول دايما إنك تحصل على قدر كافي من النوم من 6 ل 8 ساعات في اليوم، لأن الإجهاد برضو من العوامل اللي ممكن تساعد ظهور أعراض الصداع النصفي مرة تانية. حاول تشرب كميات كبيرة من المية، لأن الجفاف من العوامل المساعدة اللي ممكن تؤدي لشدة أعراض الصداع النصفي، فشرب المية حاجة مهمة جدا جدا. رقم 4 ابعد عن الأماكن اللي بيكون فيها ضوضاء شديدة جدا وانت هتحس ان هي هتتعبك، وكمان الأماكن اللي بيكون فيها أصوات عالية حاول تتجنبهم بقدر المستطاع، وتبقى في أماكن هادية والإضاءة فيها هادية ومريحة للأعصاب. وحاول من فترة للتانية تحط كمادات تلج على جبهتك، الموضوع ده بيجيب نتيجة كبيرة جدا في ان انت تتحكم في الأعراض دي، وممكن كمان ان انت تتحكم في شدتها بنسبة كبيرة. الموضوع فضل مستمر معاك ومفيش أي حاجة جابت نتيجة، لازم تتابع هنا مع الطبيب المختص عشان نبدأ نشوف ايه اسباب الصداع النصفي اللي موجودة عندك، وتبدأ تاخد العلاجات المناسبة. لو انت مهتم بالعلاج الطبيعي للأعصاب والعمود الفقري فهنا مكانك. وبالحق العلاج الطبيعي له دور مهم جدا واحنا بنتعامل مع الصداع النصفي. لو عايز تعرف ايه هو اكتبه لنا في الكومنتات. سلام.